تفتكر لو طفل واقف لوحده وسط البحر رافع ايده لفوق في السماء وبيصرخ، يا ترى حد ممكن يسمع صوته ولا صوته هيغرق وسط الأمواج؟ الطفل ده اسمه حنظلة. بس حنظلة النهاردة بقى سفينة خرجت تشق طريقها وسط خذلان عالمي مغزى، عليها 21 ناشط من جنسيات مختلفة. خرجت السفينة تشق طريقها وسط العتمة علشان توصل لغزة مساعدات إنسانية وأدوية وكمان هدايا للأطفال. بس الأهم من كل ده إنها توصل رسالة مهمة جدا لكل أهل غزة، إنها مش لوحدها وكلنا معاها. بس يا ترى الرسالة هتوصل ولا حنظلة هيكتموا صوته ويدوسوا عليه زي ما عملوا مع مدلين واعتقلوا كل اللي عليها؟ حنظلة مش مجرد اسم، ده رمز للطفل الفلسطيني رسمه ناجي العلي سنة 69 عشان يعبر عن مأساة كل طفل فلسطيني اتهجر من بلده ولجأ في المخيمات. قرر انه يدي ظهره للعالم لحد ما العالم يستحق انه يشوف وشه. ايديه مشبوكة ورا ظهره علشان يعبر عن رفضه للعالم اللي مش شايفه. شعره زي القنفذ لانه ده سلاحه اللي بيستخدمه علشان يحميه في وسط عالم مش قادر يحميه. حنظلة مش سمين ولا سعيد ولا حتى مدلل، طفل حافي القدمين زي كل أطفال المخيمات. لو سمعت صوته اتكلم عنه، احكي عن السفينة حنظلة وخلي عينك عليها، ما تخليش حنظلة يموت زي ما ماتت مدلل. أنا إيمان حكيم وده كان كلام من القلب.